النهاردة عملت لكم القرص الفلاحي باللبن الرايب على أصولها، زي ما كانت بتعملها جدتي وجداتكم زمان. طرية وهشة ومليانة ريحة وطعم يفكرنا بأيام الطفولة والفرن البلدي. يا سلام! تابعوا الفيديو خطوة خطوة علشان تطلع معاكم أنجح قرص في البيت. لو جربتوها شاركوني النتيجة في الكومنتات، ومش تنسوا اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد من وصفات البيتي. هنا طبعا المقادير، انا بقى هعمل كيلو دقيق، كيلو بالظبط دقيق. جبت 3 كوبايات لبن رايب، اللبن دوت راب عندي في البيت، فقلت اعمل بيه ايه، هعمل بيه قرص. 3 كوبايات زي ما انتم شايفين لبن رايب، في كوبايه فيهم انا مدفياها زي دمعة العين كده، وكوبايه سمنه ونص وربع كوبايه زيت. انا ما الزيت مش عرفت احطه في حاجه، انا قلت احطه كوبايه الايه، السمنه. وطبعا نص كوبايه وشويه صغيرين سكر، وكيس خميره، وكيس بيكنج باودر، وزبدية برضو كانت عندي قلت هستخدمها بدل ايه المية. مش عندك مش ليها لازمة خالص، مش مشكلة. لو العجينة مش بتلزق في ايدك هتحط لها شوية دقيق، لو العجينة ناشفة هتحط لها شوية مية دافية. المقادير دي على كيلو دقيق بالظبط. هنا طبعا انا حطيت الخميرة وقلبتها في الكوباية، وحطيت نص معلقة سكر وقلبت، ورشة ملح. رشة الملح دي سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي كده يا حبايبي. هنا بقى هجيب الدقيق، حطيت عليه الايه، البيكنج باودر زي ما انتم شايفين، كيس بيكنج باودر. المقادير سهلة قدامكم. ونقلبه بقى بالمعلقة، المكونات الجافة دي نقلبها بالمعلقة كويس. الخطوة واحدة واحدة قدامك، والمقادير سهلة. وبالكوباية اللي انت هتعيري بيها السمنة هي تبقى كوباية. بصوا انا جايبة الطقم اللي عندي كله حاطة فيه نفس الايه، الحاجة. الكوباية هي تبقى تعيري بيها كل المقادير السايلة. طبعا هنا بغطي الكوباية بقى ورا بتاعت الايه، الخميرة تخمر شوية عقبال ما نحط المكونات الجافة وكده. هي ما شاء الله الخميرة حلوة، بسم الله ما شاء الله يعني. هنا هنقلب كويس طبعا. نبدأ بقى نحط بقى السكر. طبعا هنكمل بقية السكر، احنا حطينا حوالي معلقة ولا نص معلقة في الخميرة. هنقلب حلو جدا السكر والبيكنج باودر والدقيق مع بعض. بعد كده هنحط ايه، السمنة زي ما انتوا شايفين، كوباية سمنة. هنفضيها ونروح نجيب فيها ايه، ربع كوباية زيت، حاجة بسيطة، زيت على فكرة مش كتير. عايزة تحطي الكوباية وربع دي كلها سمنة على زيت، يعني نص ونص براحتكم. اللي عندكم اعملوه، يعني المتوفر في بيتكم اعملوه. البركة من عند الله، البركة من عند الله. اهالينا زمان كانوا بيعملوها بالبركة، ما كانش بالواحدة زي ما احنا، بس احنا بنحب نعملها ليه بالمقادير عشان تطلع مظبوطة. الحاجة دلوقتي بقت غالية ومكلفة، فطبعا الواحد لما بيجي يعمل حاجة بيحب يعملها بالظبط عشان الحاجه ما تبوظش معايا. هنا حطيت الزبديه دي، طبعا النهارده فري بقى فهعمل بيها ايه، فحطيتها. وبعد كده حطيت الايه، اللبن. وواحده واحده بقى بايدك تقلبي، بايدينا كده. نصلي على النبي كده، احنا دايما بنعمل كل اكلنا بايدينا، بسم الله كده. لو عندك عجان اوكي اعمليه، بس انا ما عنديش الصراحه، وعندي المضرب الكهرباء، والمضرب مش هيسعفك في حاجه زي دي. طبعا انا وريتكم الخميره هنا كانت ما شاء الله نشطه وجميله. هبدا احطها بقى والم العجينه واحده واحده كده، تفضلي تعجنيها من ربع ساعه لنص ساعه لغايه ما العجينه تسيب من ايدك، يعني ايدك ما يبقاش فيها عجين، ما تلزقش فيها زي ما انتم شايفين كده. ما حبيتش اجيب بقى ايه المنظر قوي. وبعد كده تغطيها بفوطه وتركنيها. طبعا هنا ايه، بعد ما اتعملت بص هشه وجميله كده، انتي وانتي بتحركيها كده بتسمعي صوتها كده جميل. طبعا بقى نبدا احنا نحطها على حسب انتي عايزه الحجم اللي انتي عايزاه. بسم الله ما شاء الله. كميه الكيلو دي عملت معايا الصاج ده وصينيه عشاء وصينيه صغيره. هتشوفوا الكميات ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كميه كبيره. عملت تقريبا 40 قرصه تقريبا. هنا بقى ايه التركايه بقى اللي انا هقول لكم عليها. اي كيس قهوه سريعه
التحضير او نسكافيه او اللي انتوا عايزينه، وتحطوا عليه شويه ميه وتعملوا بالفرشه وش القرصه. تعملوا بيه ايه؟ عشان بيدي تحميره حلوه كده جميله، اللون اللي انت عايزاه. طبعا السمسم دوت انا بحبه جدا، انت اختياري، عايزه مش عايزه. ممكن تعمليه بعجوه، ممكن تعمليه بملبن. انا ما كانش عندي الحاجات دي، والساده انا اصلا ابني ما بياكلش غير ساده، فانا ايه يعني قلت لا كده احسن وافضل، ساده مع شويه شاي بلبن، جميله جدا جدا. جربوها وقولوا لي رايكم. هنوزع السمسم اهو الصاج، وشفتوا الصينيه اللي فاتت ما شاء الله. ونرجع نغطيها تاني، خلي بالكم اول مره خمرت في نص ساعه، نرجع نغطيها تاني برضو نص ساعه. انا هنا غطيتهم بقى اهو زي ما انتوا شايفين. دي حبة البركة طبعا احنا عارفينها، ودي اختياري براحتكم برضو، بس هي صحيا حلوة. اي حاجة فيها حاجة دلوقتي صحيا، لا انا بحب اعملها، بحب احطها. بسم الله ما شاء الله طلع اهو، بسم الله ما شاء الله، الكمية ما شاء الله جميلة قدام عينيكم كلها اهو. الحاجة بسم الله ما شاء الله، بصوا من تحت محمرة احمرار جميل. هي سخنة، بصوا